الصلاة التي نصليها. ويقول أحد المعاصرين من المفكرين المؤمنين: مسكين الذي لا يصلي، حكم على نفسه بالإعدام وعلى روحه بالقتل. مسكين، هو يمشي إلى الانتحار والانهيار وغضب الجبار والدمار والنار والعار والشنار. إذا وجدت الإنسان أو المرأة لا تصلي فقد انتهت من رعاية الواحد الأحد. الصلاة حبل ممدود. ماذا نفعل إذا ما صلينا؟ يوم تصلون الآن تتخلصون من رق العبودية لغير الله، تعلنون الحرب على الطاغوت من الأصنام والأوثان والشياطين والسحرة والأفاكين والمشعوذين. يوم تصلون تسقط عنكم الخطايا والذنوب. بالله اسمعوا هذا الكلام واشهدوا بالله، هل يقول هذا إلا نبي؟ يحبب لنا الصلاة، يحبب للعامل، للمهندس، للطبيب، للقائد، للعسكري، للجندي، حتى تحب الصلاة وأنت في الشمس، وتحب تصلي وأنت في مصنع الحديد، وتحب تصلي وأنت ترفع البلوك والطوب، وتحب تصلي وأنت في النجارة والخشابة والنساجة والخياطة. يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه، يعني من وسخه، شيء؟ نهر بارد، وأنتم أهل النهر النيل، أنتم أهل النهر العذب. يقول: وأنتم تعرفون كيف يمر الماء العذب من أمام البيت، فتمر أمامك النهر من أمام البيت فتغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى في جسمك على جسمك درن؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. هنيئا لمن يصلي، هنيئا لمن يتوضأ ويأتي للمسجد، هنيئا لمن يسجد لله الواحد الأحد. ولهذا كانت وصيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوم نصلي نزداد ثقة بأنفسنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نتعب، نمل، نغتم، نحزن، نرهق، نحاول، نكاد نفشل، نكاد نحبط، فنصلي. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا انتهى الصبر أتت الصلاة، المحطة الكبرى الصلاة.